يا مساء الفل والورد والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنجاوب على سؤالين محتاجين ان احنا نفهمهم في تربية الحمام. اول سؤال بيقول لو سمحتي هو انا لازم احط لهم الاكل شوية واشيله ولا اسيبه على طول؟ الافضل ان انت لما تحط الاكل هتشيله بعد نص ساعة. ليه بقى؟ لان وارد ان الحمام يعمل زبل في الطاجن اللي فيه الاكل فيختلط فيسبب له امراض، فعشان تحافظ على صحته دي رقم واحد. تاني حاجة ان انت لما تعود الحمام على نظام غذائي في ميعاد معين ده بيبقى صحي اكتر للحمام. السؤال التاني بيقول نأكل الزغاليل اللي في سن شهرين لفوق كام مرة في اليوم بعد إذن حضرتك؟ أنا بأكل مرة في اليوم، هل ده غلط؟ في الحقيقة النظام الغذائي للحمامة من أول ما بتبقى فرخ بتختلف عن ما هي أصوص كبيرة. بيبدأ الأول بتأكيل الأهالي للبة، واللبة دي مادة شبه سائلة بتبقى بيضة، بيبقى فيها نسبة بروتين عالية، اعلى كمان من البروتين اللي بيبقى موجود في حليب الام او البقر. يعني شوفوا مدى الفايدة بتاعتها. حتى لو حبينا احنا نأكل لازم تبقى شبه سائلة. بعد عمر الاسبوع بتبتدي الاهالي تخشن تدريجيا وتحط مع المادة السائلة ديت حبوب، بس حبوب رفيعة زي مثلا الذرة العويجة. بعد كده بتبتدي ان هي تخشن تدريجيا زي ما قلنا لباقي أنواع الكلفة. خلال الفترة ديت ما بين يوم لحد الفطام أو لحد شهر أو كحد أقصى شهر ونص، أو لو أنت مش حاسب الوقت لحد ما الريش يتكسي بتاع الحمام أو الزغاليل الصغير، هتأكل الأهالي مرتين. يعني هتحط الطاجن مرتين، وممكن كمان لو اهالي زي اللاحم او جرمة او محملة كبيرة حط لهم 3 مرات خاصة في الشتاء. ولو عند الاسوس قدرة ان هي تزق الاهالي اكتر لانهم بيبقوا في مرحلة نمو. طيب بعد كده بعد الشهر ونص اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي سؤالك، من شهرين بنبتدي ان احنا نعود الحمام على نظام غذائي مرة واحدة في اليوم، ودوت الاصح. طيب انا في الشتاء في الحقيقة بقسم الوجبة الواحدة يعني الكمية، لو انا مثلا هدي كمية 100 جرام بقسمها الصبح واخر اليوم على مرتين، يعني ما بكترش الاكل. ليه؟ لاني خاصة في البلكونة الجو بيبقى ساقعة، فالاكل بيديله نوع من الطاقة وعشان ما جوحوش مع السقعية. فحابب ان انت تأكل الدنيا متدفية عندك، عايز تأكل مرة واحدة مفيش مشكلة، عايز تقسم الوجبة لمرتين برضو مفيش مشكلة. بس اهم حاجة لو هتقدم مرة واحدة بس في اليوم تكتر الوجبة، بحيث ان هم يتعودوا على ميعاد ثابت ويملوا الحوصلة المخزن بتاعها اللي ربنا خلقه في رقبة الحمامة كده كمية اكبر، بحيث ان يخليه ان هو يخزن لتاني يوم ما انت بتحط له. وبالنسبة للأصوص الكبيرة اللي مش تحتيها زغاليل فديت بنأكلها برضو مرة واحدة. انا قلت النهاردة يبقى فيديو خفيف عشان ما طولش عليكم، عشان الفيديوهات اللي كانت قبل كده كانت طويلة شوية. ربنا معاكم، مع السلامة.